أهلا بيكم. أنا سامية علوبة، عايزة أكلمكم على موضوع تاني بسرعة. إزاي الواحد يدرب نفسه إنه يبقى عنده الصبر عشان يقدر يوصل للهدف اللي هو عاوزه. اللي مهم لما نكون عندنا هدف يبقى واضح في ذهننا، نشوفه في ذهننا ونشوفه نكتبه، نشوفه كمان مكتوب ملموس ونسمعه. بيشجعوا عليه الناس المتخصصين اللي هو الهدف اللي عاوزين نوصل له. زي ما قلت نوصل له بالأحاسيس المختلفة: نظر، سمع، وتخيل. يبقى أنا عندي هدف، مثلا عايزة هقول حاجة كبيرة، مثلا عايزة أبني بيت. عشان أبني بيت الأول هتخيل يا ترى البيت ده أنا عايزاه شكله إيه. هشوفه في تخيلي البيت اللي أنا عايزاه شكله كذا، في كذا، في كذا. بعدين هكتبه، أنا هدفي أبني بيت، وهقوله لنفسي كذا مرة. يمكن أول ما أصحى أنا هدفي أبني بيت، في نص اليوم افتكري يا سامية انك هدفك تبني بيت، بالليل قبل ما انام انا هدفي ابني بيت. بعدين ممكن قوي اللي هقوله اولا في تخيلي، الاول هتكلم عن اللي هشوفه في ذهني. هشوف نفسي باخد الخطوات بتاعه بنى البيت. انا هرجع بالعكس لورا، مش هطلع من تحت لفوق، هرجع لورا عشان يديني تحفيز. هشوف نفسي بتفق على رسمة البيت وهيكون شكله ايه وفي ايه من الحاجات اللي بحبها. هزود بقى وانا بتكلم عن حمل بيت، هيبقى فيه جنينة كبيرة، وهيبقى فيه مثلا شجر، وهزرع فيه وردة حلو، وبرضه هكتب الكلام ده. هخلي نفسي اشوفه كذا مرة في اليوم. بعد شوية هرجع خطوة كمان قبل كده. دلوقتي انا خلاص بتفق مع المهندس اللي هيعمل لي البيت ده. هزود شوية حاجات، لازم افتكر اقول له انا عايزة كذا وعايزة كذا. عايزة المطبخ بتاعي يبقى يبص على منظر حلو، يبقى شرح، يبقى فيه شبابيك كبيرة، وهقولها وهكتبها وهتخيلها. بعد شوية أنا دفعت الفلوس، لازم أجيب الفلوس اللي هبني بيها البيت. هعمل إيه الوسيلة اللي أنا هجيب بيها الفلوس دي؟ هلاقي الوسيلة، هختار إيه الوسيلة. أو لو أنا بشتغل يبقى لازم أتأكد إن أشتغل كويس عشان أحافظ على شغلي، أو عشان أتقدم وأخد منصب أعلى. برضو هقول لنفسي أنا هشتغل بجودة عالية قوي، أنا ماهيتي هتزيد، أنا هحوش الطريقة اللي أنا هستعملها عشان أجيب الفلوس اللي هتسمح لي أبني البيت. طبعا الأول كمان في أرض، يا ترى الأرض دي موجودة ولا لا؟ يبقى الأول هشتري الأرض، بس ما أقولش أبدا ولا أتخيل إن أنا مش قادرة أعمل الحاجة دي. فطبعا ممكن قوي خليها حاجة أصغر. عايزة أشتري عجلة، عايزة فلوس، عايزة لها قد إيه، الخطوات اللي هعملها، العجلة اللي أنا عاوزاها شكلها إيه. يعني أي هدف عاوز أوصل له يبقى لازم أتخيله وأكتبه وأردده، أسمع نفسي بعمل الحاجة دي، أقول أنا هعمل الحاجة دي، أنا هعرف أجيب العجلة اللي أنا عايزاها اللي هي لونها كذا وشكلها كذا. إيه الخطوات اللي أعملها؟ أبتدي أنزل بالتدريج. كل شوية لما هتخيل وأقول أنا هعمل إيه بيبان لي أنا إيه المشوار بتاعي. هو ما بيحصلش في يوم. يبقى بعود نفسي إن في زمن هيفوت عشان أوصل، بس في الزمن ده في دايما خطوات هتتعمل. في نفس الوقت ممكن قوي بقى أعمل أنشطة تساعدني على الصبر. طبعا من ضمنهم معروف الصلاة بتساعد على الصبر، اليوجا بتساعد على الصبر، أي تمرين جسدي أو عقلي بيساعد على الصبر. عشان الواحد بيحاول يوصل لحاجة، المهم بقى حتى وهو بيحاول يوصل لحاجة في التمرين يساعد نفسه انه ما يزهقش ويمشي في النص. فدايما لازم يقول لنفسه لا انا هقدر اعملها. ومعروف انه حتى في التمارين الرياضة، لو كان لعب تنس او لو كان رقص او لو كان اي نشاط رياضي او اي نشاط فيه حرفة يدوية، في حرفة حركية، معروف انه الواحد ممكن أو غير التمرين الجسدي اللي بيعمله، التمرين الذهني والفيجواليزيشن، التصور الذهني، بيساعد على إنه الواحد يوصل لدرجة أعلى في النشاط بتاعه. أنا مثلا فاكرة كويس قوي في الرقص كان بالنسبة لي البيروات اللي هي اللف على رجل واحدة. إزاي كنت عايزة ألف طبعا أكتر من مرة، عايزة 3 مرات 4 مرات، وكنت بقعد أتمرن بالفعل أقف وأحاول ألف. ما كنتش بنجح قوي في ساعتها، كان بياخدني وقت، لكن كان بيساعدني جدا لما أتخيل نفسي أعملها مظبوط.
يعني في 4-5 مرات بشوفها بروح أعملها ألاقي نفسي أحسن. بدل ما أعمل 2 بعمل 3، بدل ما أعمل 3 بعمل 4. من ضمن الأنشطة اللي بتساعد على النشاط الواحد يعمل تريكو حاجة كبيرة، حتى لو راجل أقعد أعمل غطا كبير، يا إما الأول غطا صغير للبيبي أو لطفل صغير، بعدين أعمل غطا أكبر لطفل أكبر، وأعمل غطا كبير ليا سريري. فأقعد كل يوم أعمل يا كروشيه يا تريكو. ففي كذا نشاط بيساعدنا على إن احنا نعود نفسنا على الصبر. أنا فاكرة حاجة من الحاجات اللي مرنتني على الصبر وكنت متمسكة بيها عشان أخدت بالي إنه دي بتزود صبري، عشان أنا برضه من النوع اللي عايزة حاجة عايزها على طول، عايزها تحصل بكرة، عايزة أعملها دلوقتي. اشتراكي في سباق العربيات بتاع الصحراء مع جوزي الله يرحمه كان ده أحسن تمرين للصبر. وفاكرة أنا كنت بخاف على نفسي، كنت بخاف عشان بنتقلب، يمكن أتجرح، يمكن ما أقدرش أشتغل مدة يعني لو أزيد أو اتجرح. لكن اللي كان عاجبني قوي فيه إنه كتير كنا بنغرز ونضطر نقعد نحفر ونشيل الرمل ونركب العربية تاني ونروح ونغرز تاني. في أوقات كنا بنضطر نقعد مستنيين العربية المساعدة تيجي، استنى ساعات. فلاحظت إنه النشاط ده علمني الصبر. فمش هنغلب، صح؟